وصفة اليوم وصفة مميزة غريبة أول مرة بساويها، كانت ترند من فترة وحبيت جربها. هي سلطة البطاطا، شكلها حلو وطعمتها كمان طيبة. عندي شرايح من البطاطا الرفيعة، أكيد تعملوا الكمية اللي بدكن إياها. قشرتها هيك دوائر وهقليها لا تتحمص، وبرجع بحطها على ورق محارم حتى أتخلص من الزيت اللي بيكون فيها. حطيت بالجات اللي بدنا نحط فيه السلطة شوية زيت زيتون ودبس الرمان، ملعقة صغيرة دبس فليفلة وملعقة صغيرة دبس بندورة. ضفت عليهم الفليفلة قطعتها وبصل أخضر، وهاخلط كل هيدي المكونات نظريا، يعني حسب الكمية اللي عندكم إياها. ممكن تعملوا صحن صغير أو صحن كبير. هلأ الورقية ضفت بقدونس نعناع زعتر أخضر وروزماري. فيكن تضيفوا شبت كزبرة المتوفر عندكم، ممكن تضيفوه مع شوية مخلل مقطع. فإذا ها هي كل المكونات. فيكم كمان تزيدوا بدل البصل الأخضر أو مع البصل الأخضر بقى بصل يابس، شرائح من البصل اليابس أو فليفلة حمراء. فمثل ما أنتم بتحبوا الفواكه الخضرة اللي بتحبوها ممكن تضيفوها. بصراحة أول مرة بساويها متوقعت هيك طعمتها كتير طيبة، عجبتني. يعني ممكن في وصفات بنجربها كأول مرة ما بنعيدها تاني مرة، بنقول إنه ما حبيناها مش على ذوقنا. بس هيدي الوصفة ممكن نضيفها مرة تانية. حتى ممكن بدل البطاطا المقلية كانوا عم يضيفوا بالترند اللي كنت شوفهم بطاطا تشيبس من أكياس جاهزة. فحتى كمان في منهم يعملوها بالصوص بدل دبس الرمان والصلصة البندورة، ممكن يعملوها بالمايونيز واللبنة واللبن. بس أكيد هتكون طعمتها مختلفة كليا عن هيدي الطعمة. هيدي طعمتها هيك شوي على حوامض. بتاكلوها حد السمك حد الدجاج، يعني كمقبلات كتير لذيذة وطيبة. خاصة البطاطا المقرمشة، يعني البطاطا لازم تكون محمصة ومقرمشة وتتاكل دغري حتى ما بعدين تدبل وتصير طرية. فهي وصفتنا لليوم سلطة البطاطا، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك إذا منكم مشتركين، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتتابعوا كل وصفاتي. أكيد تكون موجودة كمان على انستغرام والتيك توك إذا عجبكم الفيديو وحبيتوا القناة لا تنسوا تعملوا له اشتراك. وأنا بشوفكم بفيديو تاني، وصحتين وألف عافية.